هلا وحبايب قلبي، اليوم سوينا غدانا دليمية البانية بلحم الغنم، خاصة ويا التمن العنبر. دائما يطلبوها من عندي بالبيت وأسوي لهم إياه كلش طيبة. هنا ورا ما استوى اللحم عندي، أهم شي بالموضوع اللي هي حمستها ويا البصل الشيري وعفتها تستوي وياه. وهنا عندي الثوم، أويلي على الثوم ويا البانية اللي يجنن. أقولكم أكو ناس صدق يحبون ياكلون البانية بدون ثوم. انتو إذا من عندهم كتبولي بالتعليقات. هنا ورا ما استوى عندي اللحم أحطه ينحمس ويا طن من الثوم اللي سويناه، ونحط عليه البانية اللي عندنا، وهاي المواد كلها راح نحمسها سوا. هنا راح نحط عليها عصير الطماطة. أقولكم لازم نحط لها عصير الطماطة لأن راح تعطيها للمرقة حموضة وثخن ويا المعجون، وما راح نحط لها مي هواي، نكتفي بس بعصير الطماطة وشوية نحط عليها مي ونعوفها على نار هادئة وتستوي على كيفها. وهنا نحط الخبز بالصينية. أقولكم اللي هسه وصل هاي المرحلة ودي عاين هذا الفيديو واشتهى هاي الأكلة وعجبته، خليه يشترك بالقناة ويفعل جرس التنبيهات وعلى مود يوصل لك الجديد من فيديوهاتي. ولا تنسون اللايك. وهنا همينا راح ننقع الخبز بالسوب الأصفر، راح نحط عليه السوب الأحمر مال المرق. أويلي عليها، شوفوها شلون ثخينة ومنظرها يخبل. أقولكم ترى هاي الأكلة تنوكل بالخمس أصابع. شوفي شلون راح أوزع عليها البانية، وبعدين راح أحط عليها التمن العنبر. ما أقولكم ريحة العنبر تارسة المطبخ، يختلف عن باقي الأنواع ويا البانية. وهنا نحط عليها اللحم، مكانكم خالي يا جماعة. وهنا راح نفلش راس البصل. وهنا هذا ابني علاوي غلبنا وخنس على الصينية، خل لحق عليه قبل لا يخلص الصينية. سهمكم العافية.